شغل السين اهداف حيلتكو سامية، زراري مختلف دلتكو في ثانية تبقوا بامية. وهنا كان بينكش ويجز. طب نكش شاهين ازاي؟ هقول لك بقى، بس تعالى معايا نكمل الفيديو. واهلا بيكو في شيكو شيكو. العرض اهو، ريح واعمل حاجه اشربها وتعالى لي عشان انا قاعد. انا مطول النهارده في الفيديو. هنسمع ال10 تراكات مع بعض. هنسمع يعني تعالى. ابي يوسف قرر انه ينزل لنا جنينة البقر، والحقيقه انا مبسوط قوي. اولا عشان ابي يوسف موجود بشكل عام، ثانيا عايز اشكره على البرودكشن جدا. انا سامع بيتات فوق ما تتخيل حلوه. تعال نبدا مع بعض بترتيب الاغاني على اليوتيوب من الاخر للاول، من ناحيه الابلود اللي هو عاملها. نبدا ب هيستيريا produced by ابي يوسف، والميكس الالفي، والماستر مروان سامي. انا عايز اقول الالفي ومروان سامي بس من دلوقتي شكرا على كل الالبوم ده والله العظيم 3، علشان هاخد وقت في الكلام عن ابي يوسف، فمش عايز انسى مجهودهم في الحاجات اللي انا سمعتها لما لبست الهيدفون بقى وركزت اكتر. قول يا يوسف. اصلا انترو متخلفه جدا. يعني ايه الانترو دي؟ طبعا انت عامل البوم اسمه جنينة البقر، فانت بادئ بيوسف بتاعته المعروفه جدا، وفي زي ساوند افكت محطوط انا سامعه صوت البقره. بص الدخله. يوسف كاتم الانفاس ما تحلوش في المونتاج، حابس دمك الفا سكان. دخلت ابي يوسف بتاعت زمان بالنسبه لي. انا بحب ابيو في الحته دي، وبحبه في اللي جايه كمان، في التراك اللي جاي هقول لك عليه بس ما اخلص ده. هل هيعدي مثلا بارين 3 عادي؟ قال لك حابس دمك الفا سكان. طبعا انت عارف الفا سكان اللي انت بتروح تعمل فيها التحاليل، فهو بياخد دمك ويقوم قافل على دمك، فهو حابس دمك الفا سكان. وبيرجعوا يقارنوه بناس. انا ما شايف اني رايق فل الفل، الواد زهرة شباب ودبلت في انه يعادي يسيد الكل. شايف اني رايق فل الفل، الواد زهرة شباب ودبلت في انه يعدي سيدي الكل. دي شغلتي. دماغه رايقه في الالبوم ده، حبس الرجاله في جنينة البقر ونازل لسوعه فيهم، واللي على مقاسه حاجه ياخدها. انتوا ضحك شغل سكتش، ساندين بعض حرف الاتش بتقع ولسه ما زقتش. ساندين بعض حرف الاتش. بص دي انا قعدت فكرت فيها كتير قوي، هو يقصد ايه؟ مش عايز اقول لك ان انا وصلت هو يقصد ايه، انا ما اعرفش فعلا هو يقصد ايه، بس انا بقعد اتخيل دماغ ابي وهو بيفكر في الحاجات. حطيت حرف الاتش قدامي. حرف الاتش هما عصايتين وفي عصايه في الوسط، لو كل واحده فيهم بعيده عن بعض كلهم هيقعوا، بس هما الثلاثه جنب بعض، هما ساندين بعض وعاملين حرف الاتش. ابيو يعني انت ما مستغرب من اللي انا بقوله؟ يعني عمل انيل من كده. انت في قيمة الدبانة، سوق العبط على ولادك، كسر عليا اشيل بإبانك. بص مفيش حاجة تاني تتقال في التراك بتاع هيستيريا ده. يعني حبيت الفلو فيه، ولكن كالليركس برضو في حاجات اعلى من كده بكتير عند ابيو في الالبوم ده، زي التراك اللي جاي ده مثلا. يعني ريح بقى ظهرك عشان انا هقعد معاك ساعة وربع في التراك ده لوحده، اللي هو ريبلكا صح؟ يا رب اكون منطقة صح. هو برضو بيصعبها علينا يعني. لا استنى عشان انت مش هينفع اشغلك بدون ما الليركس تبقى قدامي. انا مش هلاحق عليك. يلا يا سيد الناس سمع. في حاجه كمان هقول لك عليها، هقول لك ايه التراك اللي خلاني اعيط، ودي نادرا ما بتحصل. مش عيطت، دمعت يعني، بس اتقل معايا شويه. ولو انت لسه قاعد بتتفرج يعني اديني بقى لايك فاهم، وابعت اللينك للناس وبتاع. احنا لسه جداد في اليوتيوب، ما روق علينا فاهمني. بتعلوا في اوضه ليها سقف، راسكم تخبط، كل موضه وليها بقف، عرضتوا تخلص. بتعلوا في اوضه ليها سقف، فراسكم تخبط، كل موضه وليها بقف، عالرك تخلص. احنا لحد امتى هنفضل نتكلم عن الراجل ده؟ طيب والله العظيم انا يعني حاسس ان انا يعني مش عايز اقول لك حاجات انت خلاص انت عارف انا هقول لك ايه. علي صوتي ولا مرتاحين في مساحه الهمس، مسحت الهلس جبت سلم خطوتين ذبحت الشمس. استنى تغطس. علي صوتي ولا مرتاحين في مساحه الهمس، مسحت الهلس جبت سلم خطوتين ذبحت الشمس. اعلي صوتي ولا مرتاحين في مساحه الهمس، مسحت الهلس. انا كلمتك كم مره عن استخدام ابيو للحروف بترتيبات مختلفه. مساحه الهمس، مسحت الهلس، هي نفس الحروف ولكن بترتيبات مختلفه تديك ايه؟ قافيه داخليه، الانترنال رايم. يا جدعان مدرسه ما كانتش الناس بتكتب كده، هو علمهم يكتبوا كده. اكسر نفسه لسانه يطلع اخسر ضرسه، شخصنتكم خلت رجلي رفصه ايدكم، ناقصه بيتكم انشر حاله طقسه فيتكم، وحشه درامز ركبتوا ايه نظام الرقصه بيتبول. ايه يا عم السامبل اللي انت حاططها دي؟ وابي يوسف هو البروديوسر. ايه دي؟
سمعتها؟ فرعنا تسأل يوسف على الوصف، انا موظف هتنتقد سلوك انا متوصل هنخصم ليه. فراعنة بتسأل يوسف على الوصف، أنا موظف هتنتقد سلوك أنا متوصل هنخصم، موظف هتوصل هنخصم. قال لك موظف هتنتقد سلوك أنا متوصل، لو مفيش وصل يعني أنا متوصل كده، أنا متوصل حاجتين، أنا متوصل أنا كونكتد، أو طبعا الموظف هو بيستني ايه الوصل علشان يمشيك. هنخصم، خصم يعني هنعمل خصامه ونخصم، هديك خصم عشان موظف. المعادلات الابي يوسفيه هي لازم يتحط في البلاغه الراجل ده والله العظيم، يعني يتحط اسئله منه في البلاغه. في ليله من الليالي يا ني الفرق بين السوشي وبينك انه غالي، يا ني الفرق بين السوشي وبينك انه غالي. انتوا الاتنين نايين طعمكم بالنسبه له وحش، بس الفرق ان السوشي اغلى منك، انت رخيص يا صاحبي. بس انا مش هقول لك ده، انا هقول لك ان السوشي غالي. بنزل حاجه غاليه من بلغاريا ونزلته خاليه، الواد زيع مش بايع رغم ان مزجته شاريه. هنقول تاني؟ مش هنقول تاني بقى، انت حفظت وفهمت. زرارك بيشغل السين اهداف حيلتكوا ساميه، زراري مختلف دلتكوا في ثانيه تبقوا باميه. انا طبعا النكش واضح بصراحه، هو لازم يمسي على ويجز في كل ما يظهر. طبعا انت عارف انا معايا زرار اون ان اوف، اديهم اون ونديهم اوف يناموا، فقال له زرارك انت بس بيشغل السين، انا زراري مختلف ادلتكوا في ثانيه. بسمعكوش اكيد ما نصدقوش مجاملاتي، ما بسمعش غير شرنوبي وبسيوني واسامه الهادي. كذاب سبت الراب كتبت كتاب امزاب، بسمعش غير شرنوبي وبسيوني واسامه الهادي. كذاب، تصدقش اللي انا قلته لك، سبت الراب كتبت كتاب امزاب. زاب ثروت طبعا مش عارف، هو ما بينساش حد، قلبه اسود جدا والله العظيم. زاب ثروت في فتره من الفترات نزل كتاب اقل ما يقال عليه انه يعني درافت نوتس كانت موجوده عنده، فحطها في كتاب ونزل بيها معرض الكتاب. كانت حاجه سيئه جدا جدا جدا. ما بقتش انا لو اعمل اللي الناس عاوزاه مزيك، ما بقتش انا لو اعمل اللي الناس عاوزاه. وده خلاص ملخص ابيو، واللي انت هتسمعه معايا في الالبوم النهارده انه الراجل هيعمل اللي في دماغه. هتقول له ارجع اولد هيرجع اولد وقت ما يعوز، هتقول له بطل يغني هيغني، هتقول له الراجل غنى روك، هعمل اللي انا عاوزه. احنا مش موجودين بالنسبه له، فاهم؟ ما بتفلسفش انا بالعافيه عارف افلاطون مين. انت كذاب، انت كذاب، انت كذاب بالعافيه عارف افلاطون مين. انت عارف مين افلاطون ومثقف لدرجه مرعبه علشان تعرف تطلع كم الكلمات دي وكم المصطلحات دي. انت راجل بتتفرج، ما اعرفش بيقرا ولا لا، بس هو انت بتتفرج وبتسمع كتير قوي، فانت كذاب، انت لسه بتكذب فوق. اكتر حاجه خايفه منها بعد كتابتي فلوهي موجات ماركوني على ووك من سوني وتوني، مش قصدي توني قصدي تونسو. اكتر حاجه خايف منها بعد كتابتي فلوهي موجات ماركوني على ووكمان سوني وتوني، مش قصدي توني قصدي تون صوتي. مين توني ده يا صاحبي؟ هو سوني توني ده التشيرمان والسي اي او بتاع شركه سوني بيكتشر، اللي هو بيتكلم اصلا قال لك ووكمان سوني. فشركه سوني دي نفسها يعتبر يعني صاحبها اسمه سوني توني، فبيقول لك ومش توني ده، لا انا اقصد تون صوتي. وتقول لي مش مثقف مش عارف افلاطون وعارف توني سوني. والبيت وشه للحيط عشان سونوتي بونبوني على شكل ايس كريم الكون. عم النيل علينا وعلى سننا، انت سبت الناس تعمل ايه بعديك؟ والبيت وشه للحيط علشان سو نوتي، هو بيأدب البيت، فاهمني؟ هو شايف انه دلوقتي، او مش شايف، هو اكيد دلوقتي بيأدب البيت. وبعد كده قال لك بونبوني على شكل ايس كريم، الكون كوني، الكون كله كونه هو. وطبعا قال لك ايس كريم فالكون كوني، الكون بتاع الايس كريم. ايوه لا ايوه ابي ما بيعرفش يراب. في ناس احلى من ابي. ايوه في ناس بتكتب احلى من ابي كمان. ايوه سامعك انا، بس يلا تتاخروا سيحت دماغكوا، شوف كام لتر كاب اخره ليحت تراكوا، شويه ريبليكاز هقول رايي حتى لو كان هرش في مزيكتكوا، بس انتوا رابرز فما تعتبرش مزيكتكوا. سيحت دماغكوا، شوف كام لتر كاب اخره ليحت تراكوا، شويه ريبليكالز دي اللي هو المتشابهين، ان كلكم شبه بعض. هقول رايي حتى لو كان هرش في مزيكتكوا، وهو كاتب هرش بالانجلش، هرش انه هقول رايي حتى لو هو صادم في مزيكتكوا، وهقول رايي حتى لو كان هرش في مزيكتكم. بس انتوا رابرز فما تعتبرش مزيكتكم، انتوا معاكم بروديوسرز، هو بيبروديوس لنفسه. وبخصوص اللي قال الخال والد هفهمك، انا ما كانش قصدي السن، مش دي الوحده الثابته هنا، بس انت اصغر فعلا ده مش معناه انك قليل، بس فكره ان انت جهل وفنيا لسه عيل. ودي يا صاحبي نكشه لشاهين من 3 سنين، بقول لك قلبه اسود. شاهين كان طلع مع عباس ابو الحسن، او استاذ عباس ابو الحسن يعني، وفي البودكاست بتاع لقاءات مع عباس، وكان بيتكلم عن البيف بتاع عملتها قبلك وعملتها اجمد.
فبص شاهين قال ايه؟ قوي يعني. لا هو سنا هو اكبر مني، بس يعني تمام، لو انا خاله فهو الخال والد على كل حال من الاحوال، فشكرا يعني، تمام ماشي. انا ماشي يعني لو انا خاله فانا ابوكوا كلكم. مع كامل احترامي للكل يعني. ما بينساش والله العظيم قلبه لا. بس فهو قال له بخصوص اللي قال الخال والد، هفهمك انا ما كانش قصدي السن، مش دي الوحده الثابته هنا، مش وحده السن هي اللي بنقيسها، بس انت اصغر فعلا. لان شاهين لما عباس ابو الحسن ساله قال له ايه ده، هو ابيو اكبر منك؟ قال له لا انا اصغر من ابيو سنا يعني. فقال له ماشي بس انت اصغر فعلا، بس ده مش معناه انك قليل، بس الفكره ان انت كهل، انت كهل رجل عجوز وفنيا لسه عيل. ما بيحلش شاهين في بيف داير بينهم كده برضه في البارات ايه، في الوسط دايما كل واحد فيهم بيرد على التاني من تحت لتحت. ناولني المشرط، ناولني الطبق، شارب دم خصامه لا يشعر بالظمأ. يا جدعان الاوزان اوزان ابيو يا جدعان، ناولني المشرط ناولني الطبق، شارب دم اخصامه لا يشعر بالظمأ. الطبق الظمأ، هل حد جه في باله الوزن ده قبل كده؟ طبق وظمأ ازاي؟ لو انا بخليك هكتب يوسف. انا عاجبني قوي صوت البقره اللي ملازمانه كل التراكات دي جدا. فده كده بس يا ولاد بتكلم الناس بس بري للناس. فده كده كان تاني تراك ريبيلكا. لو لسه بتتفرج مش عايز افكرك كل شويه بقى تدوس لايك، عشان ما قالوا لي لازم اقول كده كل شويه، معلش دوس لايك لو ما عملتش لايك، لو عايز تعمل كومنت اعمل كومنت، عايز تعمل شير اعمل شير، علشان نخش على التراك التالت. انا قلت لك انا مطول معاك وانت قعدت تقولوا لي احنا معاك. التراك التالت اسمه بتاعتي. استنى يلا هقول حاجه كده ايه علشان استخدمها في الفيديو بتاع التيك توك، مش ليك انت، مش ليك انت بتوع التيك توك وانستجرام. فده كده كان تراك ريبيلكا. يعني بقيه التراكات كلها بقى هتلاقيها الناحيه التانية اللي هي بينزل عليها الفيديوهات الطويله اللي بالعرض، هتلاقي بقى اللينك في البايو عندي هنا او هنا، فروح كمل بقى بقيه الالبوم هناك. تعالى انت بتاع اليوتيوب خليك معايا، انت شفت قبله يلا انت احلى. هو اخره تراك عنده سرعه سمع. مش تراك بتاعتي ده بروديوسد باي ليل بابا، وطبعا خلاص احنا اتفقنا ميكس الفي ماستر مروان سامي. لو كلكم زعتوا وكلكم بعتوا مش هزني بشيء. ابيو لما بيروح للجواب بيروح حلو قوي وعنده نبره مميزه، والجواب ده هو انه يبقى بادئ من القرار اللي هو يقول وانا يفرقلي في ايه كده، هو في العادي في القرار وانا يفرقلي في ايه، بعد كده وانا يفرقلي في يقوم عالي بالطبقه دي اسمها الجواب صح، والكلام واقعي وحقيقي. وهنا بقى ابتدى يكلم البقر اللي هو بيقصدهم يعني. بس انا بالنسبه لي يعني هو بيكلم الرابرز، بلاش بقى ايه مصطلح البقر ده مش هنقوله علشان نرسبكت بس كل الناس. فانا بيكلم بقى الرابرز وبيقول لهم هو انا يفرق لي في ايه لو كلكم زعتوا او كلكم بعتوا، مش هيزيدني في شيء، يا نفوس يا كذا، اصل لو ده رزقك مش هينزل لي في جيب، رزق على الواسع ما بقتش متابع حتى خصمي فين، مش فاكر حتى بقى خصمي ليه. ده ابيو الحقيقي، ده الراب الحقيقي. وابتدى يحكي عن حاجات انا وانت عارفين انها بتحصل، انه الناس بتقول ان ابيو بيحاول يوقع الناس او انه بياخد منهم مش عارف ايه، ياما سمعت انت اشاعات شبه كده. فطالع بيقول لهم هيفيدني في ايه، هو رزقك في الاول وفي الاخر. الدنيا دي بتاعتي كلها بتاعتي، مفيش حد بعدي ينفع يدينا اما اخش توسعني، تحب تدلعني تحب تدفعني تقول احنا فريندز. يا عم انت بتلاقي فلوهاتك في الشارع والله العظيم بيجيب فلوهاتك دي كلها منين؟ الدنيا دي بتاعتي كلها بتاعتي مفيش حد بعدي ينفع تدعتي، مش عارف دي ايه عشان مش مكتوبه وبحاول اسمعها بتروح مني. اما اخش توسعني تحب تدلعني تحب تدفعني تقول لي احنا فريندز. بص كمل. مش هتخدعني ولا توجعني، اجرفها ترجع لي حسب ما فهمك. الدنيا دي بتاعتي كلها بتاعتي، لفه زي ساعتي حاول ان الرزق تلف. طب ايه طيب هو يعني ده تالت تراك، يمكن جلة مننا هستيريا بس في الاول، بس تراكين ورا بعض مستوى حلو مستوى حلو. المستوى دي بتفكرني برائف والله العظيم، الله يمسيه بالخير، ولو بيتفرج عليا وكنت بتفرج عليه قبل ما ابدا المحتوى ده فيعني بحبه جدا والله. قابلت ياما ناس الزباله ظروف عليها احنا بنقب ونكون اشرس ما عندي دماغي يلا عندي مش هتحلي حد كله يمد. اشرس ما عندي دماغي يلا عندي مش هتحل حد كله يمد ويدوق. اشرس ما عندي يلا عندي ما عندي ويلا عندي. انترنالز ابيو دايما مختلفه ما بيلعبهاش بسيطه وسهله. ناس كتير في الاول ما صدقتش في الاخر عرضت لي دي الحقيقه. ناس كتير في الاول ما صدقتش وفي الاخر عرضت لي دي الحقيقه مره وجميله. انا عاجبني يا جدعان اتجاه الناس للحقيقه بقى. اديك شايف عفرت راح للحقيقه، مروان موسى في الرجل الذي فقد قلبه بيتكلم عن حاجات حقيقيه وعن معاناه. وابتدينا نبعد عن الفليكسنج، او مش ابتدينا نبعد، ابتدينا نميكس بقى فيه شويه كده وشويه كده علشان
هو الراب كله مش فليكسنج خالص، يعني الراب خلق للتعبير عن حاجه انت بتحس بيها، ده من وجهه نظر انا يعني. لك كان في صورة بس مش فاكر مين فيها، بس الدنيا دي بتاعتي كلها بتاعتي، مفيش حد بعد ينفع جامد فشخ جامد فشخ جامد فشخ. عجبني قوي كان في صوره بس مش فاكر مين فيها. طبعا انت فاكر التراك بتاع كان في صوره، قال له كان في صوره بس انا مش فاكر مين فيها. حنجرتي بالريمة عايزة تخش فيها، عايزة تكوني لينا انا كلمة حنجرتي بالريمة عايزه تخش فيها، عايزه تكوني لينا انا وانا. وانت عارف طبعا الثلاث كاركترات بتوع ابيو او الثلاث شخصيات بتوع ابيو. على جنب ارفع نصكم، على ما ارفعكم كلكم، على ده متمنش تاني على اللسان ده، على جنب ارفع نصكم، على ما ارفعكم كلكم، على ده ما تملش تاني، على اللي سندك عشان قدها وانا لها. انت بجد لسه مقتنع ان في مستوى في الكتابه في مصر اعلى من الراجل ده؟ مرة وجميلة بس الدنيا دي بتاعتي كلها بتاعتي، مفيش حد بعد ينفع. عاش للبابا قوي، عاش قوي 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 على البرودكشن بتاع التراك ده، حلو جدا. وفكرني يالا صحيح عشان انا بنسى، الراجل ليل بابا ده نزل اي بي واحنا سقطناه، بفكرني يعني زن عليا في الكومنتات، انت عارف انا بسقط او ما عملتش لايك هزعلك، اتفقنا؟ قلبنا هندي اهو، هندي. بص يا صاحبي، خد تعالى يلا، بص الساعه كام؟ الساعه 6:15 صباحا بسببك. اعمل لايك بقى خليك محترم. ماشي، التراك اللي جاي كل شيء بيموت، نكد على اللي جابوه. ما تنامش كمل يلا. من غير ما يقص بطلع فوق لحد ما اكون نفسي منزل. الدخله تخيلتها في التراك ده انه نروح لحاجه فاهم زي حرب، رايحين لتراب شعبي شويه، بس الحقيقه انه صدمني صدمه حلوه يعني. ولحد ما اكون نفسي منزل، احساس جوايا اني مش شابه مش بيروح، انا نفسي اكون بحب، انا نفسي اكون محبوب، اصيع من اللي في خيالي بكتير. ما تخيلتش الدخله تبقى عامله كده وتبقى بالصياعه دي. هنا مفيش كليركس بقى اشرحها لك، هنا الكلام واضح، ابيو بيحكي ستوري تيلينج عاديه جدا جدا بس حقيقيه جدا جدا جدا. بس الفلو ايه ده، جت في دماغك ازاي؟ والسويتشيه دي جت لك ازاي؟ مش كل شيء بيعيش بس كل شيء بيموت، مش كل شيء بيعيش بس كل شيء بيموت. جملة بسيطة ولكن عميقة عمق وتوجعك وجع يا أخي. إيه ده؟ هو صح، هو مش كل حاجة بتعيش بس كل حاجة بتموت. الصداقة بتموت والحب بيموت والأهل والإنسان والنبات والحيوان وكل حاجة. ويقول لك فوق يالا معرفش أفلاطون. رحنا طبعا للازمة تاني، واللازمه حلوه، اللازمه حلوه ما تزهقكش يعني. بس عشان ما نطولش قوي في الفيديو هعدي اللازمه واخش في اللي بعدها. جامد جامد. ايه ده؟ طب ايه يا جدعان ده؟ بيدس البروديوسرز كلهم، بيقول لهم بصوا انا بعمل ايه، بص البروديوسنج بتاعه شكله ايه البريدج اللي عمله ده، ايه ده؟ اوكي، هو اصلا مفيش حاجه هيقولها تاني في الكلام. هو اختار التراك ده بس بنى عليه او مشى عليه الكام كلمه دول علشان اعتقد البروديوسنج ده عجبه جدا جدا جدا، ومرضاش يخلي الناس تركز في الليركس عشان يركزوا في البرودكشن اللي يستاهل ان انت تركز فيه. يعني ده بالنسبه لي لحد دلوقتي يمكن اصيع بيت موجود في اللي احنا سمعناه كله. يعني ريبلكا بالنسبه لي طبعا اعلى سكيلز موجوده. كل شيء بيموت اصيع بيت، لسه مكملين مع بعض. انا برضو دي تاني مره بسمع الالبوم، سمعته مره لوحدي والمره التانيه دي قاعد بسمعه معاكم، ودي اول مره اعمل التجربه دي بالمناسبه. يعني انا من الناس اللي بتحب تتأنى وتسمع مره واثنين وثلاثه وعشرة، عشان كده بنزل فيديوهات متاخر، انه بحتاج ان انا اطلع لك برايي كامل. بس انا المره دي بحاول اكون رايي معاك، لو عجبك ده بقى قول لي برضو يعني. جامد ماشي. اللي بعده ايه؟ دوست لايك. انا زهقتك، انا اسف، مش هتكلم تاني. انت خلاص، انت لو وصلت الحته دي فاكيد انت دوست لايك ان شاء الله. لا توجد اشاره. ده بروديوسد باي الفي. يا جدعان بما اننا جبنا سيره رائف، مين فاكر دي؟ كنت بحبه جدا وهو بيقعد يرزع في الحاجات دي. ثق في الناس عشان تتخدع، والكلام اللي بيتبلع مش سبيشال انت باي شكل. ما كل حد بيتواجه. ابيو الحزنان، انا بحب الحته دي برضو عند ابيو،
وعجبني الكلام، خلي الورد يدبل عادي، لو عندك حلم انت اناني ما تسيبه يموت وما تقاومش علشان انت بتحاول. ايه ده؟ ايه يالا الكآبة دي؟ استنى، دي حلوة قوي. لو عندك حلم انت اناني ما تسيبه يموت وما تقاومش. انت ليه متمسك بحلمك قوي كده وبتحاول تحققه؟ ما تسيب يا عم حلمك يموت، انت ليه بتعمل كده؟ هو ابتدى يدافع عن الحلم مش عنك. واقع وما تحاولش تقف تاني، ثق في الناس عشان تتخدع، قول كلام من اللي بيتبلع، مش سبيشال انت بأي شكل، ما كل حد بيتوجع. ده كمل كده علشان ده شعر، كمل. السما ضلمة فيها قمر، الدنيا قاسية وفيها قدر، مش راجع تاني زي ما كان، ما تلمش حاجة من اللي اتكسر، بكرة كلكوا قد بعض، ابقى قريب منكوا لا ده صعب، العزلة برضو مش سهلة، كده كده احس بضعف. ده حلو فشخ، حلو قوي الليركس دي، يعني دي كده ممكن نصنفها ان دي اكتر ليركس حقيقيه عجباني في الالبوم. ما كل حد بيتوجع، السما ضلمه وفيها قمر، الدنيا قاسيه وفيها قدر، الاوزان حلوه قوي، مش راجع تاني زي ما كان، ما تلمش حاجه من اللي اتكسر، يا دين امي. بكره كلكم قد بعض، مش بحبكم كلكم قد بعض، بكره كلكم قد بعض، ابقى قريب منكم لا ده صعب، العزله برضو مش سهله، كده كده هحس بضعف. طب ما بنقول حقيقه، هم ايه اللي كان بيحصل الفتره اللي فاتت في السين ده؟ في بكرة انا سارح، بكرة نفسي اكتر بكتير من امبارح، بحدي عشان متعلمتش اسامح، بحدي عشان كلامي بيبقى جارح، روحي يخرب بيتك، حقيقي قوي اعتقد، وبيعبر عن ابيو وعن كاركتر ابيو. جنيه ورا جنيه في بكره انا سارح، او عمال بيلم جنيه ورا جنيه وقاعد بيفكر في بكره، وبكره نفسي اكتر بكتير من امبارح، لوحدي عشان ما اتعلمتش اسامح، ما اتعلمتش اسامح الناس اللي بتاذيني، فانا كده كده ببقى لوحدي، ما بدهمش فرصه تانية. يعني خبطت فيا قوي دي، لوحدي عشان كلامي بيبقى جارح، روحي مجهده، دماغي دوشه، ناس كتير زي المنتدى. معرفش الناس اللي معانا هنا بيتفرجوا علينا فاكرين المنتديات ولا لا، بس ده كان مكان يا صاحبي كده زي بالنسبه لك شات روم كبيره او جروب واتساب، كلنا بنبقى موجودين عليه وبندخل، يبقى عليه تقريبا الافات البشر، كان وقتها يعني ده كان رقم كبير. هفضل زي ما انا مفيش ريمونتادا، بص بقى اللي فوق دي، هفضل زي ما انا مفيش ريمونتادا، كان فيه بس اتنسف، مفيش فيه امل. ابيو الشاعر. عمرك جربت تعمل استمارة بحث، يعني تجيلك استمارات بحث اجتماعي بتاع فيها بيختار شويه مقاطع يا اخي يحطها في تراكاته، يعني انت تجيلك استماره بحث اجتماعي فيها اسئله؟ انت كنت بتتفرج على انترفيو ايه فلقيت الجمله دي فطلعت التراك ده؟ كينونه ابيو. بدأ لسه الأرض ما شقتش تحت رجلي، لسه بتنفس ومحدش فاهمني، محدش حاسسني ومحدش عارفني، حد قال لك بدعي ولسه الارض ما اتشقتش من تحت رجلي، هو عمال بيدعي انه يختفي بس بيقول لك لسه الارض ما اتشقتش، ربنا ما استجابش ليا، لسه بتنفس ومحدش فاهمني، محدش حاسسني ومحدش عارفني، محدش ليه فيا ومحدش ينقذني. الليركس حلوه قوي، دي احلى ليركس لحد دلوقتي قوي. تخيش يمكن دوا المصير، مفيش دوا لطيف، لا توجد إشارة على إن في طريق، ولا في رفيق، في تمثيل صديق، فوق في تسييف، أمر بدون بريق، شمس لا تضيء بمن تستغيث، للأسف مفيش. تصدق ايه يا اسطى ده؟ ايه ما احنا كنا ماشيين عادي، ليه لازم تدينا سكيلز في الحته دي وتجنن اللي جابونا ليه؟ قال لك مش عايز من الاول، خليها تخيش يمكن دوا المصير، مفيش دوا لطيف، دوا ودوا لا توجد اشاره مع ان في طريق، ولا في رفيق، في تمثيل صديق، فخ وفي تسقيف، قمر بدون بريق، شمس لا تضيء بمن تستغيث، للاسف مفيش. ليه بيمثلوا؟ ما انا مش بصدق. يا لهوي، في تمثيل صديق دي ده هندي في تمثيل صديق ان في شخص بيحاول يمثل عليك ان هو صديق، قال لك ولا في رفيق، بس في حد بيمثل ان هو صديق، بيعمل لك فخ وفي تسقيف، قمر بدون بريق، هو قمر بس ما بيلمعش ملوش حاجه، والشمس بس لا تضيء بمن تستغيث، للاسف مفيش. تمديت ايدك علينا كلنا في التراك ده، الله يخرب بيتك. يمكن الدنيا ما كانتش مستاهله، كل ده ملوش لازمه، بجد مش فاهم. حلو جدا 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 التراك ده، معجزه ايه يعني، شوت اوت لمعجزه بما انه جه، بس الفي عمل له بيت حلو، الفي عمل له بيت حلو، وابي وركز في الكتابه دي قوي قوي. احنا وصلنا كام دقيقه؟ الموبايل شغال اصلا وانت شغال ولا انت ايه شغال؟ انا همنتج ده امتى؟ الله يخرب بيوت نمله. تعالي اقعدي هنا، مش هقتلك والله، تعالي اقعدي هنا معايا. مبسوط يالا؟
حلو يعني، ماشي. اكي استنى بس اركلس فكي بترفع على المايك يفهمني، مش بشرب انا فوق ده في دمي فوق، مش هنقعد لسه نحكي ونودي. انت يالا الدخله دي اكي استنى بس اركلس فكي بترفع على المايك يفهمني همني اكي استنى بس اركلس فكي، يعني اخليه ريلاكس كده، لو بس افك فكي علشان اعرف افك فكي. ده انا بقيت زيه، فك فكي علشان اعرف اقول الليركس اللي انا داخل عليها. قال لك مين عايز يتلسع قفل؟ انت. مين عايز يترزع قلم؟ انت. مين عايز يتضم بشغف؟ قشطة لبعضها. يعني ايه مين عايز يتضم بشغف يا ريس؟ يعني يعني ايه والله العظيم؟ قال له مين عايز يتلسع قفا؟ انت. مين عايز يترزع قلم؟ انت برضه. مين عايز يتضم بشغف؟ ها، مش طالبه بهدله. حلوه فشخ. ماشي بشويش ما اشغلش، انا بالي بالخيش داخل سبر يعني بالبيج، بعزف الى اغاني سولفيج راكب البيج رافض. تلاقي فلوهات في الشارع، والله العظيم ثلاثه تلاقي فلوهات في الشارع علشان تعرف تطلع كميه الفلوهات دي. ايه يا عم ده؟ بيلاقي فلوهات فين الراجل ده؟ ايه الفلو ده؟ بعزف الى اغاني سولفيج راكب البيج رافض الصلح الفيك، ما بتلتش انا عامل 2. ما بتلتش انا عامل 2. ما بتلتش دي اعتقد حاجه سمعتها مره، يعني انا ما عنديش عربيه، سمعتها من صحابي ان المكنه بتتلت معاهم، فقال لك ما بتلتش لا انا عامل 2. ده لما ينزل هطلع بقر هيقلب مسرح، على الفلوس هتمطع شلق بدوس بالقبضة، سمك يموت متسلطن شبك نجوم في البفرة، 8 قلوب مش مطمع عجل عجول في المصمت، سبق هجوم متصبع عمل اللجوء للمخرج، انا السكوت والصخرة انا الردود بالشخطة شخطة عادي بالطه. الرصه بتاعت ابيو دي تريد مارك بحبها جدا جدا. بقر هيقلب مسرح، على الفلوس تتمطع شلق يدوس بالقبضه، سمك يموت متسلطن شبك نجوم في البفره، 8 قلوب مش مطمع اجل عجول في المصمت، سبق هجوم منصبع ملا اللجوء للمخرج، انا السقوط والصخره انا الرجود بالشخطه. تريد مارك بتاعته حلوه وما بتحتاجش بيت، انت قولها زي ما تبقى، افتح الليركس وقولها زي ما انا قلتها كده، تحس ان رابر. امال في ايه؟ الله. فكي بترفع على المايك يفهمني، مش بشرب انا فوق ده في دمي. يا ابني لما الدرامز تخش اكي استنى بس اركز فكي. قال له يا ابني لما الدرامز تخش اكي وانت اصلا انت البروديوسر، انت بتكلم نفسك. بيكلم نفسه صحيح، ما ده العادي. بنطق الطه انت بتقولها تيه، بسمعكم بقول انه قشطه بس مين بكره الراب بعد ما بقى مربح. والله العظيم يا ابي شكرا انك بتقول كده. قال لك انا بنطق الطه انت بتقولها ته. والله العظيم 3 والله العظيم في رابرز عندهم مشاكل في مخارج الحروف بطريقه بتعصب. انا اسمها فويس اوفر، فانا بالنسبه لي الحروف دي طه والته والضاد والدال في فرق بينهم رهيب، واحنا بنقول الضاد دال والته طه وحاجه نيله وفاهم. يقول لك طارق ازاي؟ مش طارق، مفيش طارق دي اقصى حاجه ممكن اعملها، غير كده مش هضيع وقتي في معاكم تاني خالص، ولا دادي ناقص ولا فادي راقص ولا عادي كابلز. مسائل شخصيه متسائل مرئيا، دي جداول نقديه اساور فضيه هلاوس لفظيه. والله يعني اي حد تاني لو عمل الفلو ده انا كنت اقول عليه عبيط. غريب والله العظيم الراجل ده غريب جدا غريب. فاضل كام حاجه عايزين ننام، فاضل 3 يلا خلاص هنمشي اهو. جينا عند اللحظه اللي التراك اللي انا دمعت فيه. بص يا صاحبي، انا لما سمعت الالبوم لوحدي كنت مبسوط جدا ان انا سامع ابيو الحقيقي وبتاع، بس يلا بتكلم مع الناس. كنت مبسوط ان انا سامع ابيو الحقيقي لحد ما اشتغل التراك ده، ولقيت نفسي كده قفشت نفسي بقى بدمع. بعد كده هقول لك بقى انا ليه دمعت في التراك اللي اسمه سحابه. produced by ابي يوسف، ميكسد الفي وماسترد مروان سامي. انا مش عارف اعمل في سحابه فوقي دايما بتمطر دماغي، دايما بتفكر اشوف رجلي وبالليل بتنور. يا عم والله العظيم 3 مبسوط لك فوق ما تتخيل، والله العظيم 3. والله يا صاحبي انا لما سمعت التراك ده انا بحب الراب، وانا بطلع وسبب ان انتوا عرفتوني ان انا بتكلم عن الراب. ده تراك خلاني عيطت او دمعت، مش علشان الليركس ولا علشان اي حاجه، ده تراك روك. بس ابيو من ساعه ما طلع قال لك انا اصلا نفسي اغني روك، انا مش عايز اغني راب، انا مش عايز ابقى رابر، انا بحب اغني روك، انا نفسي اغني روك. لاول مره بيغني روك قدامنا. هو اكيد بيغني بينه وبين صحابه، اكيد بيغني في البيت عنده في الاستوديو عنده، بس لاول مره يطلع تراك روك من الحاجه اللي هو نفسه يسمعها لنا من زمان. فانا حسيت ان يا لهوي رحله طويله قوي، الراجل ده خاض رحله طويله قوي 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 عشان ياخد المجال ده ويطلع بيه. ولما حس دلوقتي انه الناس بقت موديه فابتدى يتبسط بقى، سيبوني بقى اعمل بقى اللي انا عايزه واتبسط بالحاجه اللي انا عايزها. الرحله اتمنى في يوم من الايام ان انا
اعرف اوصل لحاجه شبه كده واحس انه انا قدرت اخد مجال معين او كارير معين واوديه في حته، وبعد كده خلاص انا قاعد ببص. طبعا حظه مع الفي وسامي، مروان سامي كمان الباك جراوند بتاعته روك ميوزك، فالماستر كمان بتاع الروك ده مش سهل يا جماعه والله، يعني اصعب من الهيب هوب عشان هو في سنه ممكن يقلب منك ديستورشن. معمول صح عشان الراجل ده وما فهمتش كان ليه كل وجعنا استفدنا منه. والدرامز يا جدعان حلو قوي، درامز حلو قوي رغم ان هو البيزك يعني، بس ستيل حلو. حلو قوي، تراك حلو قوي تراك روك حلو قوي، تراك مختلف عن اللي موجود كمان. حتى انت لما تيجي تبص على بقيه الناس هتلاقيهم اللي بيروح للبريج راب واللي بيروح للافرو ميوزك بيلعب عليها واللي بيروح للبوب ميوزك. بعدتوا انتوا عن الراب، انا حتى لما هبعد عن الراب مش هاجي حتتكم، انا هروح روك. شفتش حد من الرابرز لعب روك خالص. ابيو بيحاول دايما يبص على حاجه تاني غير اللي الناس بص عليها. فاضل ايه؟ شمس وفوف وحياتي. انت يا صاحبي عامل التراكات ببلاش عندك، انا تعبت. الفيديو ده وصل قد ايه؟ انا مش شايف برضه، خلينا بعد ما نخلص. بص انا الثلاثه دول ما سمعتهمش ولا مره، ممكن اسمعهم معاك لاول مره. انت فاهم الساعه بقت كام؟ الساعه بقت 7. يا نهار اسود، روح شغلي ازاي انا؟ الله يخرب بيوتكم. فطلعت لقيتني طلعت كبرت بجد، بس لسه ما بثقش في حد. بطل غنى امتى اكون ما بتنفس، بنيت كل ده بصوتي انا مهندس، مش شغال على نفسي شغال على الاسم لي قال لك مش شغال على نفسي شغال على الاسم. بس الدخله حلوه، بس يعني حاسه احنا لسه في العادي معايا بس طفي نارك، نص عمري ضاع كنت في اللالا، بس اعتقد ان عوضته بجدارة. قومي يا ما خش اتكرت فيها، قومي انا وش عليكي متاهات، سوري انا توت سيبكوا تخلصوا يلا دوري انا رش اندو. مشي حالك بقى، مشي حالك خلاص. انت عايزني اقول يعني؟ مشي حالك 9 تراكات، واحد ما راح بقى حصل خير فده الله. مشي حالك. هو فوف هيطلع حلو يعني، شفت له حاجه على تيك توك فوف ده. ايوه كده يا عم، ايوه كده. ايه اللي حصل من شويه ده؟ انا مش فاهم انت بتعمل برودكشن ايه؟ انا نفسي في البوم والله يبقى برودكشن ابي يوسف ويجيب رابرز هو بيحبهم يخلوهم بس يقولوا على البيتات بتاعته. فوف شفت هيثم؟ يلا انا كنت صح، يلا وقت التريلر فوف طلع هيثم. والله العظيم عليا النعمه جامد يلا يا شيخ، اقسم بالله جامد. ودي دمع القمر والسما بتتشال، اطلق بقر على الخال، شرب في الموتور من جوه ندى، ده من جوه نبات. حلو الفلو قوي ده. كنت ارحمكوا بس ليه اعمل ده؟ تستاهلوا اوصاف، هاتهم جوه الحفره مش هستنى لبكره، توجد طرق اخرى بس عجبني افتري، اسف مش هتذكر ليه اتقالك شكرا لفضولي، بكره برضه مش هشتري. طبعا خلاص رصة ابيو المعروفه، هاتهم جوه الحفره مش هستنى لبكره، توجد طرق اخرى بس عجبني افتري، اسف مش هفتكر ليه اتقالك شكرا، لف ودور يا عكره برضه مش هشتري. تراكات هيثم اللي هي بتبقى لقطه بتتعاد كتير، بس انا مبسوط ان هيثم طلع فوف. انا مرض، انا مبسوط من نفسي يعني، عشان في كذا حد وقتها قال لي ان انا بهبط، بس الحمد لله يعني العدد الاكبر اللي كان مصدقني كان احنا بنجتهد يا اخوانا والله العظيم، وقاعدين بنتبسط مع بعض يعني. انا مش فاهم، انا ابتديت اقول اي كلام فاهم كده الكلام بيقع مني. ده اخر تراك معانا، تراك حياتي بس
عشت كل سنيني دي بساوي من الحياة عشان ما تجيش عليا، بس باخد من عالضربة وارجع ناوي للحياة عشان ما تجيش عليا. ما تكونش ان اكون هناك مش مؤكد، حاجات كتير جنبي عشان بحتاجها، بغيب ما ببقاش هنا ببقى ملثم، ولو مخي ما هديش انا. طب ما ايه اللي حصل في الاول ده؟ ليه اصلا؟ ليه مش ايه اللي حصل؟ ليه حصل ده كده؟ انا بزهق من المستعار قوي يا اخوانا، ما يعني بلبخ حلمي كان بسيط بس مش فاكره، وهموم الدنيا تشيل قدري من اخره، ببتسم اما بشوفهم عليا بيكتروا، عشان ده بيخلي يوسف يشيل الرحمة من قلبه. المكان ده بالليل بيكون فيه عفاريت، وبتحول في ثانية وافوق بالبطيء، ما تدورش فيا على صديق ما تلاقيش، اوريدي انا جوايا كتير. بص، انا الاكسبكتيشنز بتاعتي كانت في السما قوي. ممكن انا سمعت الالبوم بترتيب غلط، عشان انت عارف دايما ترتيب اليوتيوب، فممكن يكون مترتب ترتيبه تانية، بس يعني اتنين جالوا مننا، حياتي وحاجه تانية انا مش فاكرها، مش فاكر اسمها خالص، بس انت عارفها يعني. البوم بالنسبه لي لأبي يوسف حلو، برودكشن رقم واحد، مزيكا بيتات فشيخ. طبعا بعد كده الليركس اللي احنا قلنا عليها، انا عايز افتكر، انا لازم افتكر. احنا هنرتب مع بعض. بالنسبه لي انا احسن 3 تراكات موجودين في الالبوم بالترتيب. هختار طبعا انا اي حاجه فيها اولد سكول هي بالنسبه لي رقم واحد، ريبيلكا. بعد كده كل شيء بيموت، دي عظيمه. بعد كده سحابه. دول بالنسبه لي 3 بالترتيب، وسحابه سحابه لانها ليها حاجه كده جوايا. دول بالنسبه لي ال3 اللي جامدين قوي 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 قوي، احلى 3 في الالبوم. بعد كده بتاعتي دي تمام، تراك حلو، لا توجد اشاره، تراك حلو، اكي تراك حلو، هو الشمس هو اللي ما فهمتوش، وحياتي الحته اللي في الاول دي فصلتني بس شويه. بس يعني البوم كان نفسي يبقى فيه كليبات. ما زلت بطالب ابيو، لازم تعمل كليبات، انت لازم تعمل كليبات، ولازم تعمل نقله في الكليبات زي ما عملت نقله في التريلر. كانت فكره، وفكره جديده، وفكره حلوه. لازم تعمل كليبات، حرام عليك الحاجات دي تبقى محطوطه حتى بالارت وورك. بالنسبه لي مش متعوب عليه خالص، بس انت ابيو في الاول وفي الاخر، انت بقى لو حطيت ايه هندخل وهنتفرج عليك وهنسمعك وهنقول انك البابا بتاع الحته دي. وعشان انت البابا بتاع الحته دي، انا دايما هفضل اقول لك ده، حتى لو ممكن يزعلك مني يعني. بس انت لازم تهتم بالجزء ده. ما ينفعش يبقى ألبوم جنينة البقر اللي كل الناس مستنياه ويبقى ده الارت وورك بتاعه، ما يبقاش فيه اي فيجوال يخطف عيني يخليني قاعد بتفرج على التراكات دي. لا خالص، انا مش مهتم خالص ابص فيه ايه في الارت وورك، في حين ان انت لو كنت بس خدت شويه سكرين شوتس من التريلر ووزعتهم على التراكات دي، كنت هتطلع في الاخر لكل واحد ارت وورك شكله حلو. اما انت بقى صاحبي اللي قاعد بتتفرج معايا، لو انت وصلت للحته دي في الفيديو، ادخل اكتب لي تكتب لي ايه بقى عشان اتاكد ان انت كملت معايا للاخر. بص انا هعمل خش اكتب ايه، اكتب لا اكتب اي حاجه ناخد عليها ثواب انا وانت، والله بجد. اكتب اي حاجه ناخد عليها ثواب انا وانت. وانا بحبك قوي لو وصلت للحته دي في الفيديو، اللي انا مش عارف هيبقى قد ايه، بس واضح ان فيديوهات اليوتيوب محتاجه طاقه ومجهود واكل. انا تم ارهاقي. انا ارهقت قوي.